مخبي اجنده في الحلقه دي. خلي بالك بعمل كل ده عشان مصلحه البرنامج. انت عندك مشكله او حاجه لو انا روحت؟ اصل حاسسك مش مبسوط يعني. ده كلام منطقي، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي. اهلا بيك في الحلقه الثامنه من كلام منطق، البرنامج اللي كبرنا فيه سوا. ده انا كنت عيل من يومين ودخلت انام، صحيت لقيتني داخل على 400 سبسكرايبر. انا خايف الشهره تفسد اخلاقي يعني. اصل مهما كان برضه سلاح ذو حدين. خلي بالك يعني، انت يا اما تقدم قيمه، تقدم حاجه مفيده، عارف الشباب الكرييتيف بقى، تخاطب الناس وتقدم رساله عن طريق الكوميديا وتعمل محتوى ساخر بيوصل هدف، فاهم؟ يا اما بقى اختلط بالطبقه العليا واتجوز بنت وزير سابق مثلا ويبقى بينا مشاكل كتير عشان انا بجر النعم مع الشغاله. تقول لي انت بابي اللي عملك، اقول لها لا، ده عمل كل ده عشان اتجوزك يا بايره. فتتعصب قوي تقول لي ايه ده انت بتزعق لي. بالنسبه لبايره عادي، ونرجع في الاخر نعيب في الجواز. لا يا عم الجواز حلو، انت كيفك يعني الانقراض زي الباندا اللي كان عمال يقول لا يا مان جواز انا عايز الحريه. ووحيد القرن الابيض الشمالي فاضل منه 2 في العالم دلوقتي، انثى ماشي بطال دلوقتي، مفيش ذكر عايش يشكمهم. هل ده كيفك يعني انك تبقى واصل للانقراض كده؟ اكيد لا. وكبشر احنا ربنا خلقنا، اظن كلنا متفقين يعني على حاجه زي كده، باستثناء طبعا شباب وسط ناو اللي بيعبدوا الكاسكته بتاعت حسن حسني. عامه دول ليهم عندي يعني، ليهم وقتهم، بس نشوف مالهم في حلقه. المهم ربنا خلقنا بنتكاثر، والوسيله لده هي الجواز، والناس عاده بتسعى لده باكتر من طريقه. يعني مثلا الطريقه التقليديه اللي بنقول عليها صالونات، هو الحب زمان قله ادب. عامه انا عارف انك ما قلتش حاجه، انا بس بقول لك يعني عشان لسه راجع من تجربه مميته. انا بس بقول لك يعني عشان تبقى فاهم، اللي هو انت مامتك شافت بنت طنط فلانه فهي قررت انها تجوزها لك لمجرد ان هي بيضه وفي طب بيطري. يعني قمه العنصريه. وعاده اول ما بتتخطب يعني بتتحول للفنانه هدى المفلس، وانت بتتحول للفنان احمد مالك. في ايه؟ ما كل حاجه كده باظت، موبايلك اتكسر ودولابك اتحرق، امال باباك عامل فيها هشام رامز ليه؟ عيله جعانين. وعاده بيقولوا انا خدت بنت فلان، وده قمه الومن اوبجكتيفيكيشن او تسليع المراه. يعني لو حد من اهلنا الجمال، اهل الكرم والرجعيه الفكريه، فقر الدم والاميه، اهلنا الجمال بيتفرج، او يقول لك انا خدت بنت فلان، هو خدها، بس خدها اصلا دي مصيبه لوحدها يعني، بس هو اتجوزها على السمعه بس، اللي هو انا عارف ان الراجل ده راجل محترم وكويس، قشطه اكيد يعني تربيته حاجه نظيفه. طب انتوا في بينكم تفاهم او حاجه؟ بقول لك بيضه وفي بيطري. وفي كمان صالونات بس من غير الاهل، يعني شلنا الكنب من الصالونات، هما كرسيين اللي هو اتنين بينزلوا يتعرفوا على بعض الاول ويشوفوا الموضوع مناسب ولا لا، وبعد كده يرجعوا الكنب تاني. ما بتبقاش على طبيعتك قوي او مرتاح، وبيبقى باين عليك الاحراج قوي، والبلد كلها بتستغلك. يعني من اول سواق التاكسي اللي بيغلي عليك عشان عارف انك انت مش هتعرف تفاصل قدامها، للسايس، الدنيا كلها بقى. وعامه طول ما انت بتحاول تكون مبهر قوي قصاد حد، النتيجه بتبقى عكسيه. يعني انت بتبقى في قمه ابهارك وانت مش قاصد، عمرك ما تبقى مبهر وانت قاصد. وفي حد مستفز قوي غالبا ده بيتفرج على فيديوهات فيسبوك اللي هي مقالب بكواليتي وحشه قوي من كاميرا مراقبه في نيوزيلندا مثلا، ومترجمه ترجمه غلط. الحاجات دي بتضحكه جدا. قرر ان هو يجيب كل التوتر والعرق بتاع الديتس ده ويصوره. بصوا عموما الانسان بيبقى واصل لاعلى درجات الزيف والكرنج في حالتين، لما بيبقى قدامه الجنس الاخر او قدامه كاميرا. فهم قرروا يجمعوا الاثنين مع بعض علشان يطلع لك اسوأ ما في البشر. والرجاله بيبقوا نوعين عاده، يا اما احمد العوضي يا اما جميله عوض، اللي هو يا اما راجل ذكر مفايم عربيته، غالبا ده اترفض في شرطه يعني، وجاي بقى يقطع كرامه البنت اللي قدامه ويخضعها جبرا ويحرز شنطتها. او التاني اللي هو جاي يقطع بطاقته، مش بلطجه ولا حاجه، لا ده هو بس متضايق ان هي مكتوب فيها ذكر، يعني هو مش عاجبه ده، فقرر ان هو يجي يلغي ده هنا ويبدا من جديد على نظافه. والنظافه دي بتتمثل عنده في غسيل ارجل المراه، والاتنين ريحتهم ديور سوهاج، يعني حاجه قمه الضرب وانعدام الاوريجيناليتي اوثنتسيتي. امال ليه انجلش بي 1 سكسسفول باست سيمبل. والموضوع عاده في الشوز دي بيبقى رايح اكتر ناحيه ان احنا جايين نعمل حلقه حلوه، يعني دي مش ناس نازله تتعرف على بعض بجد يا جماعه. انا يعني قلت اقول برضو لكم ما تعرفش، وبرضو انت لو قاصد تضحك وتبقى كوميدي عمر ما ده هيحصل. فبيتجهوا للاسئله التقليديه اللي عاده بتثير الجدل او الدجل لو انتي ست قرويه. اللي هو هي بقى عندك بيست فريند ولد، طب عاوزين حاجه جديده، هي بقى ايه رايك لو انا عندي بيست فريند ولد؟ يعني ما بنخلصش من الموضوع ده. لو خارجين مين اللي هيدفع بقى؟ كابتن رضا عبد العال هخليه يحولهم لي كاش، هو اللي هيدفع. اقول لك على هاتي البيست فريند ولد اللي مضايقك ده خليه هو اللي يدفع. اقول لك على حاجه، انت اللي هتدفعي وتعزميني، مش انت عايزه يحصل المشكله، مش انت عايزه تطلعي من الموضوع ده مشكله، انت اللي هتدفعي. ايه انا حر، مش عاجبك بوظي الحلقه انا. خلي بالك بعمل كل ده عشان مصلحه البرنامج. مواعيدك في البيت ايه؟ اللبس، الشغل شغل، انت كمان عايزه تشتغلي، مرأة ايه اللي عايزه تاخديها؟ ما الصعيد كله ماشي كده وزي الفل. دي بتبقى اغلب الرجاله اللي في البرنامج عاده، والبنات بقى يعملوا اللي هم عايزينه باختصار يعني. لا طبعا هنخاف ولا ايه؟ اتقل دم شفته في حياتي كلها جايه تتحدى وتعند وخلاص، يعني هي جايه تعجزه. اللي هو انت عندك مشكله او حاجه لو انا روحت الساعه 4 الفجر؟
اصل حاساك مش مبسوط يعني. وبعدين انت دخلك كام اصلا وعايش فين وشغال ايه؟ عايش مع اهلك، شايف انك انت كده ناجح، مبسوط بنفسك، مبسوط بشكلك كده، عندك شنب، عندك دقن. انا عندي اتقل، انا واحده عندي هاي ستاندردز، يعني انا مش هقبل باقل من راجل مالتي مليونير. طب ما انت ما عندكيش الحد الادنى من الست، انت بجد انت وحشه قوي يعني، انت شكلك وحش يعني. مفيش حد شكله وحش في العادي، بس انت شكلك وحش. والناس عجبهم ده قوي وقالوا ايه رايكم نمسك الفكره دي ونقل من الراجل اكتر. تعالوا نجيب بنت ونوقف قدامها 4 رجاله بالتيكت بتاعهم في فاترين ويحاولوا يضحكوها، واللي يعجبها نحطه لها في شنطه تاخده وتمشي، او مش لازم شنطه عادي، ممكن نربطها لها من رقبته. ونوعيه البرامج دي كانت اول حاجه في حياتي اشوف فيها تسليع الراجل، فاصبح سلعه ليها قيمه محدده بناء على خفه دمه. عشان كده مفيش راجل في البرنامج كله ليه سعر. بهزر يا رب بيس كيك وبلايند ديت شو يجيبوني. نفسي تفوق وتفهم ان محدش مهتم، هزر براحتك. وانا متفهم ان كل ده بغرض الهزار، مش تقليل من الرجاله في شيء يعني ولا حاجه، بس الهزار دمه تقيل. طبعا هيجي واحد يقول لي امال انت يعني اللي دمك خفيف. عامه جالي هيت كومنتس حلوه قوي الفتره دي. انا عاده ما بهتمش بده، مش عاده بصراحه، انا مش كداب، انا عمري ما كان بيجي لي هيت كومنتس في حياتي يعني، اول مره اتعرض لده، بس قررت ان انا ما اهتمش بيه يعني، باستثناء في كومنت واحد بس هو اللي بجد عجبني وعايز اشيد بيه. في واحده كتبت لي ديسلايك انتش جالس تسوي. ده احلى كومنت انا شفته في حياتي عامه بقى في المطلق. بس مين قال لك يا عم ان انا بقول على نفسي دمي خفيف؟ مين قال لك ان انا اصلا جاي اهزر ولا جاي اضحكك؟ واحد هيقول لي امال ايه الهاشتاجات اللي تحت دي؟ بمناسبه الهاشتاجات وانت تحت يعني، انزل اعمل فولو على انستجرام وتيك توك واعمل لايك وسبسكرايب وكمان اعمل الحاجات دي. الهاشتاجات اللي تحت دي عشان اوصل فئه معينه من انا ببرر ليه يا اسطى؟ انا جاي اضحك، انا شايف ان دمي خفيف. اطلع بره، خد الباب وراك بصباعك، كل ده تقدر تعمله بصباعك عادي. تروح بقى تشوف البرامج الشقيه اللي بتضحكك دي والكونتنت اللي بيزغزغ. في واحد تاني فكر في فكره اسوأ، غالبا ده في كمبيوتر ساينس السادات مثلا، وده كان بيتفرج على البرنامج ده وقال طب ايه رايكم نعمله ابلكيشن، يعني نجيب البنت كان قاعده كانها على امازون، تقعد تقلب كده وتشوف البروفايلز اللي قدامها، واللي يعجبها تقول له تعالى انت مؤهل ان انت ابعتك تخلص لي ورق في مصالح حكوميه. في حد كان شايف ان دي فكره لطيفه يعني وقرر يعملها. يا جدعان الديتنج ابس دي فكره بجد صعبه يعني. وفي نسخه اردأ من الديتنج شوز، اللي هو احنا جايين نطرد بعض يعني، في باز احمر كده وانت بيتشفت قدامك الناس، جالك واحد عجبك ما بتدوسش، ما عجبكش تطلعه بره. فبرضه بيتنافسوا ان هم عايز تطلع الناس كلها بره، انا جامد انا هكسفهم. وبرضه لو انت قاصد تحرج حد وتتروشن بيبقى دمك شحم يعني، حاجه قمه في السماجه. وعيال كلهم اللي بيموديل واللي بيمثل واللي فاتح شركه ماركتنج طبعا كل ده في دماغهم يعني، كل العيال دي عادي في جامعه. بس ايا كان، لو انتوا البرنامج ده بيبسطكم والطريقه دي انتوا بتحسوا انكم مبسوطين بيها وبتحسوا ان في ناس ممكن تضحك على ده، انا هقول حاجه واحده بس، انتوا صعبين وبس كده. يا عم اتجوز بالطريقه اللي تريحك، اتفرج على الكونتنت اللي يريحك، اعمل بص، اعمل اللي يريحك، اعمل اللي يبسطك. فبص فكك بقى من اللي بيقول لك ده صالونات، انا مش هتجوز صالونات، ويروح يتجوز بنفس الطريقه بالظبط بس من غير اهله او يعني. انا ليه بتكلم جد يا اسطى؟ اعمل اللي انت عايزه وبس يا عم. وشكرا لو انت اتفرجت لحد هنا. انا في حد قال لي انت شبه يوسف جبريل بتاع كامل العدد، فشكرا، بس يعني الفضل يرجع للحلاق بتاعي، هو بيحب يغير بس، فهو المره دي خلاني شبه دينا الشربيني، فشكرا يعني. انا مخبي اجنده في الحلقه دي، انا مخبي اجنده في الحلقه دي، واجنده كلها افكار وبتاع اهي. بحب يعني برضو ببقى يعني ببقى يعني مش يعني او